في مواقف غريبة بتحصل كل يوم، وطبعا لو الكاميرات ما كانتش موجودة ما كناش هنشوف الحاجات دي، لكن بفضل الكاميرات النهاردة هنشوف أغرب الأشياء اللي تم تصويرها. أنا محمود المغربي، ما تنساش دعمك للفيديو بلايك والاشتراك في القناة. صل على الحبيب ويلا بينا على الفيديو. في لحظة غير متوقعة حصل موقف غريب في محطة بنزين بالسعودية. لكن من ساتر ربنا كل حاجة عدت على خير ومفيش حد اتأذى. الراجل ده يا دوب ساب الكاوتش راح معلم عليه. انت كاوتش مش محترم على فكرة. عاوزكم تشوفوا درجة الحرارة لما نزلت تحت الصفر عملت ايه في الحيوانات المسكينة دي. اتجمدوا حرفيا لدرجة انهم ما بقوش قادرين يتحركوا من مكانهم. عارف لما تقول لحد وانت خارج خد الباب في ايدك؟ اهو الشخص ده عمل كده بالظبط. في الوقت اللي كان الشخص ده بيصلح عجلة الكلارك حصلت حاجة مش متوقعة خالص خلته يبعد عنها بسرعة، لكن بصراحة كان محظوظ بشكل مش طبيعي. شوفوا هنا ذكاء الجاموس لحظة ما كان بيساعد السلحفاة علشان يعدلها. قد ايه الحيوانات دي ذكية جدا. نفسي اعرف الست دي كانت بتفكر في ايه لما قررت تعمل كده. ده حتى عامل الاطفاء واقف مش مصدق اللي شافه. الراجل ده جاب قفص عصافير بس شكله مركزش وهو بيركبه. طب بتجري ورا ايه دلوقتي؟ ما انت اللي عملت في نفسك كده من الاول. صاحبنا ده مدي الامان للخرطوم اللي بيسحبه بس ما يعرفش ايه اللي مستنيه. الشخص ده كان واقف تحت المطر وما كانش متصور ايه اللي هيحصل دلوقتي، بس الحمد لله الموقف عدى بسلام ومن غير اي اصابات. اللحظة دي فعلا بتثبت ان الشخص ده كان محظوظ بشكل فوق الخيال. في نفس التوقيت اللي عامل الكلارك كان بيرمي فيه الخردة حصل انصهار مفاجئ، والزجاج الامامي وقتها كان العازل الوحيد قدامه، والحمد لله الموقف عدى على خير. وهنا لما تحاول تعمل نفسك شبح وانت على الله حكايتك. ده بقى اغرب شخص ممكن تكون شفته. شوفوا هيعمل ايه. اللي هيعمله هنا بجد فوق الخيال. بصراحة مش قادر افهم هو جاب كمية المية دي كلها منين. ده حتى لو معاه خزان مش هيقدر يعمل كده. تبقى ماشي عادي ولا على بالك وفجأة يا نهار ابيض. ده فعلا كان حظها نحس قوي. الحمد لله ان كان في حد قريب قدر يتدخل بسرعة ويساعدها. الشخص اللي واقف ده حظه كان حلو وبطريقة مش طبيعية. شوفوا اللي حصل هنا. الشاب السعودي ده بتفكير ذكي جدا قدر يبعد الجمل عن الطريق بحركة سريعة وذكية. بس بصراحة الطريقة دي يا ريت محدش يجربها. عارف انت لو حظك نحس اكيد مش هيكون زي اخينا ده. تحس ان الرف كان مستني اي لمسة علشان يقع. وهنا بقى لما تاخد صاحبك النحس معاك اول ما يلمس اي حاجة الدنيا تتقلب حرفيا. العامل ده فعلا كان عنده حظ كبير ان غير اتجاهه في اخر لحظة، لانه لو كان فضل ماشي في نفس السكة كانت هتبقى مشكلة كبيرة. بصراحة دي اسوأ فكرة ممكن تخطر على بال حد، انهم يربطوا الكلب في طفاية الحريق. بجد تستاهلوا اللي حصل. رجال الشرطة دول ما عندهمش وقت للتفاهم. حمل يا باشا على طول. لو شايف ان حظك وحش فصدقني مش هيجي جنب اللي حصل مع الشخص ده. اللي واقع هنا محتاج وقت طويل جدا علشان يتصلح. بصراحة ربنا معاه. الكلب ده استلم طلب من مندوب التوصيل وكأنه صاحب البيت، والمندوب واقف مش مصدق اللي بيحصل، لكن رد فعل الكلب بعد كده ما كانش متوقع خالص. تصور تبقى في شغلك وفجأة دب يخش عليك كأنه داخل يسأل على حد. مساء الفل يا رجالة.
وهنا بقى لما تحاول تهرب من مشكلة فتلاقي نفسك وقعت في مشكلة أكبر. الكلاب دي شكلها كانت متفق عليك يا معلم. اللي هتشوفه دلوقتي أكبر دليل إن الثقة الزيادة ساعات بتقلب عليك. الراجل ده دخل يصلح حاجة قام باظ حاجة تانية خالص. بجد الله ينور عليك. الحسابات الغلط وقلة التركيز دايما بيكلفوا، وده بالظبط اللي حصل مع العامل ده. يا لهوي على اللي حصل، بجد يستاهل علشان يتعلم ويخلي باله المرة الجاية. التصرف غلط 100%، بس سبحان الله الحظ كان معاه لآخر لحظة. في الأول هتحس إن الشخص ده دخل مصلى السيدات بالغلط، لكن لما رجع المرة التانية كان هدفه واضح جدا. في لحظة واحدة سرق شنطة الست اللي كانت بتصلي وطلع يجري. لو هنتكلم عن الحظ فمفيش حد محظوظ أكتر من الشخص ده. ده كان فاضل سنتي واحد وكان الموضوع هيبقى بشكل تاني. التسرع في المواقف دي ممكن يقلب الدنيا في لحظة، وده بالظبط اللي هتشوفوه دلوقتي. الموقف ده هيثبت لك ان الكلاب من اوفى الحيوانات بجد. في الوقت اللي الشخص ده ما قدرش يحرك البراويطة، الكلب اتصرف بذكاء ودخل جاب الحبل علشان يساعده. سبحان الله على ذكاء الكلب ده وعلى الوفاء اللي عنده. الشخص ده لو اتأخر ثانية واحدة كمان كان الموقف هنا عدى بشكل تاني. بس الحمد لله كل حاجة عدت بسلام ومن غير أي إصابات. تخيلوا معايا ساتر ربنا مع الشخص ده. شايفين ضربة البرق عملت إيه؟ ده كويس إن اتحرك في اللحظة المناسبة. لما تكون انت وصاحبك موهوبين في حاجة واحدة بس تخربوا أي حاجة انتوا شغالين فيها. تسلم ايدوك يا رجالة، يا ريت ما اشوفكوش في شغلانة تاني. لو عندك مشكلة في موتور عربيتك وعاوز تحلها بسرعة، كل اللي عليك تعمل زي ما الجماعة دول عملوا. الله ينور يا رجال. كده العربية خلاص فقدت الأمل إنها ترجع تمشي. كل حاجة هنا كانت ماشية طبيعي لحد ما ده حصل. ده كويس إن مفيش حد اتصاب بأي أذى. الراجل ده رغم سنه الكبير قدر يتصرف بحكمة ويطلع العربية من الموقف اللي كانت فيه. لكن الغريب بجد هو ازاي قدر يحركها كده بكل سهولة. تحس ان عنده قوة خارقة في التعامل مع المواقف الصعبة دي. الفيضان اللي قدامكوا ده كان ليه تأثير جامد على الجسر. من شدة قوته الجسر بقى كأنه مش موجود. واللي حصل ده بيوضح قد ايه الفيضانات ما بتكونش سهلة. عارف المقولة اللي بتقولك المشاكل بتجيلك من حيث لا تدري؟ أو اللي هتشوفه دلوقتي خير دليل على كده.